أول حقيقة، الإنسان ما بيمشيش ورا وعيه، الإنسان بيمشي ورا برمجته. وتحت البرمجة دي في 3 حاجات بتحكمها: المسارات العصبية، دماغك بتتعامل مع العادة زي الطريق السريع، كل سلوك بتكرره بيسجل جوه المخ طريق جاهز، السلوك اللي اتعودت عليه حتى لو غلط دماغك بيعتبره الأقرب والأوفر والأسرع. علشان كده بتلاقي نفسك راجع لنفس الشخص، لنفس الرد، نفس الانفعال، نفس القرار، نفس الوجع، مش لأنك بتحبه بس لأن المخ معرفش غيره. في غلطات بنكررها لأننا مش فاهمين، لأننا بنحاول نصلح حاجة جوه بنفس الطريقة اللي كسرتنا. اللي اتعود يحب حد مش بيحبه ده بيكرر نفس النوع من العلاقات، اتعود يتجاهل مشاعره بيكرر نفس الهروب. اللي اتربى على الخوف بياخد نفس القرارات اللي كلها خوف، نفس القرارات اللي كلها احتياط وتحفظ. ده لو التمن روح. الغلط بيتكرر لأن الألم لسه موجود. احنا ساعات نفتكر ان مجرد ان قلبنا وجعنا يبقى اتغيرنا. لا، الوجع مش تغيير، الوجع تنبيه. التغيير اختيار وممارسة ومواجهة، والآية بتثبت ده: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني مش هتخرج من دايرة الغلط غير لما تكسر الدايرة اللي جواك الأول. طيب نطلع منها ازاي؟ اعرف نمطك. ليه بتنجذب لنوع معين من الناس؟ ليه بتغضب بنفس الطريقة؟ وليه بترجع لنفس السلوك؟ أول ما تتسمى تتهزم. وقف اللحظة. ده علميا اسمه اقطع السلوك قبل ما يحصل. لحظة تفكير واحدة بتكسر طريق كامل في المخ. اهدى شوية واختار تصرف جديد. كل مرة تعمل كده بتبني طريق جديد في دماغك. ده اللي العلم بيسميه اللدنة العصبية أو مرونة الدماغ، القدرة اللي ربنا خلقها في المخ علشان تتغير بجد. العلاج مش في السلوك، العلاج في السبب. لو أصل المشكلة احتياج اشبعه بطريقة صح. خوف سميه، لو علاقة غلط اقطعها، لو صورة عن نفسك صلحها. نهاية احنا بنقع في نفس الغلط مش لأننا ضعاف، لكن لأننا ما زلنا نفس الشخص القديم. أول ما تتغير من جوه الغلط مش بس بيقل، ده هيسقط وكأنك عمرك ما كنت الشخص اللي غلط. بس كده، سلام.